انا بوريكم الخطوات اهي واحده واحده مع بعض. معلش سامحوني ان كان الفيديو طويل عليكم، بس هو ايه عشان تستفيدوا. عاملين ايه يا اخواتي حبايبي؟ النهارده هنعمل معاكم فيديو جديد غير اللي عملناه قبل كده. هنعمل معاكم عيش مصري في البيت، وهوريكم الطريقه ازاي والتخمير والسوى وكل حاجه. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان خاطر ايه تستفيدوا. هنحتاج 4 كوبايات دقيق من دول اللي هو ما يعادل نص كيلو جرام بالمج العادي، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. بس يبقى حطينا 4 كوبايات دقيق. هنحط معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره خميره فوريه حراميه كده، وهنحط معلقه صغيره ملح، ونقلب المكونات الجافه مع بعض. وبعد كده هننزل ايه بالميه الدافيه نعجن مع بعض. ممكن تحطوا ميه دافيه مع حليب او ميه بس عادي. هنا بنعجن بنلم العجينة، واهم حاجة في العجينة ان هي تتخدم كويس. في دقيق بياخد مية كتير، وفي دقيق بياخد مية قليلة على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. هنقفل معاكم نخدم العجينه بس كويس، ونرجع نوريها لكم ازاي عشان ده هتاخد وقت عجنه، عشان خاطر ايه اوريكم المس في الاخر. ادي العجينه بعد ما اختمرت اهي، لميناها بمعلقه زيت، مفيش اكتر من كده اهي. هنسيبها بقى ترتاح شويه لحد ما تختمر. طبعا في الجو الحار ده مش تاخد كتير. وبعد كده ان شاء الله اهي اوريكم باقي الخطوات مع بعض. ادي العجينه اختمرت اهي معانا بعد ما سيبناها نص ساعه. هنقطع بقى على حسب حجم الرغيف، ونحط هنا على الصينيه رشين رشه دقيق.
هنخلص الكميه كلها مع بعض، وبعد كده هنسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده نفرد مع بعض. نقول سيبناه من الخمر 10 دقايق وغطيناه مع الصينيه، والوقت هنفرد العيش مع بعض. لازم يكون متساوي عشان الرغيف يطلع معاك ويجب. وبعد كده بنحطه على فوطه او ملايه في اي مكان بالشكل ده، ونسيبه يختمر. اهم حاجه يختمر على قد ما يقدر عشان خاطر العيش يجب معاكي. كل ما تسيب العجينه ترتاح كويس كل ما بيطلع معاك العيش حلو. عايزه تكبر الرغيف تصغر الرغيف بحاجه ايه على راحتكم انتوا. السمك اهو بتاع العيش، ولا يكبر رقيق ولا خفيف، عشان خاطر ايه مفيش حته تطلع عالي ولا حته تطلع واطي. هنكمل باقي الكميه مع بعض، وبعد كده ايه نوريكم ايه اخر حاجه. بعد ما خلصنا الكميه مع بعض كلنا فرطناها على ملايه عشان خاطر ما تلزقش، ما ينفعش تتفرد على الرخامه في العيش يلزق، ونغطيها ونسيبها بقى تختمر. لازم تختمر مره تاني زي ما تختمر بقى نص ساعه ساعه. اهم حاجه كل ما تطول في مده العجين وفي الاختمار كل ما يديك النتيجه احلى. هنسيبه بقى يختمر مع بعض، وبعد كده نوريكم التسويه مع بعض. العيش مرتفع معانا بص. كل ما بتصبر على العجينة وكل ما تختمر كل ما ايه يرتفع معاكم زي كده. كل ما بتقلبوا فيه او يشمع تفضل تقلب فيه لحد ما العيش يرتفع معانا ايه بالشكل ده. شمع الرغيف من تحت نقلب، كل ما يشمع الرغيف نفضل نقلب فيه لحد ما يجيب ايه يرتفع لفوق. انا بوريكم خطوه بخطوه واهو ماشيه معاكم الفيديو، معلش طويل شويه بس بنوريكم كل خطوه مع بعض عشان خاطر ايه تشوفوا هما يعمل ايه. شايفين العيش احسن من بره. لما تعمل نص كيلو دقيق في البيت موفر ليك انتوا واولادك، ينفع فطار ينفع غدا ينفع سحور سندوتشات.
والعيش على حسب ما انت عايزه تكبريه تصغريه براحتك انت، حجم القطعه. لو في اي حد عايز يستفسر عن حاجه يبعت لي في التعليقات عادي وانا برد عليه. اهم حاجه وانت بتسحب الرغيف من الفوطه اللي انت حاطاها تسحبيه بالراحه، عشان ده اتخرم مني فممكن ما يجبش، عشان الرغيف ما يبص معاك التخميره بتاعته ويهبط منك ايه على النار. نمشي يجب عشان الخرم. ده قبل ما اجي عنده بص لما اختمر هيجيب له واحده اهو، عشان ده اهم حاجه وانت بتسحب الرغيف تسحبيه كويس من على الفوطه عشان ما يتخرمش منك، عشان ما يجيبش. شايفين لما يرتفع ازاي؟ هنروح نخلص باقي الكمية بالشكل كده وبعد كده هوريلكوا ايه في الاخر كله. النار هنا مش مساعداني لان البوتاجاز ده يعني صغير على قد حاله، مش النار يعني مش قوية معايا، ده بيبقى عايز نار عالية، فهو يعتبر لو بوتاجاز تاني غير كده هيجيب اكتر من كده.
انا بوريكم الخطوات اهي واحده واحده مع بعض. معلش سامحوني ان كان الفيديو طويل عليكم، بس هو ايه عشان تستفيدوا. وكمان حجم كبير، ده لو اصغر من كده هيقطع على فكرة. خلاص يا رمسي. اوعى العجين.
كده يبقى خلصنا معاكم الكمية. النص كيلو دقيق بس عملنا قد الكمية. بص العيش كله اهو، بص من نص كيلو دقيق عيش في البيت نظيف معمول بمكونات بسيطة، كله دقيق ومية دافية وحاجات بسيطة من البيت، تعمل في اي وقت، تفطر غدا عشاء، وينفع سندوتشات. والحجم على حسب ما انت حابة تكبريه او تصغريه على حسب الرغبة طبعا.